تخيل معي صحراء قاحلة تمتد بلا نهاية، رياح ساخنة تلفح وجهك، لا ترى سوى الرمال والفراغ. وفجأة وسط هذا المشهد القاسي تنبثق مروج خضراء، حقول قمح ذهبية، وبساتين مثمرة تزين الأفق. كيف تحول الجفاف إلى واحة؟ وما السر الذي قلب المعادلة؟ الجواب: معدن واحد غامض واسم واحد يغير كل شيء، الزيوليت الجزائري. لطالما كان الجنوب الجزائري مرادفا للمساحات الشاسعة والظروف المناخية القاسية، حيث كان الجفاف سيد الموقف لسنوات طويلة. لكن اليوم مشهد جديد ومذهل يعيد رسم ملامح هذه الأرض، مشهد يخلط بين الطبيعة الساحرة والإنجاز البشري الجريء. مروج خضراء، أشجار مثمرة، وحقول قمح تتمايل سنابلها تحت أشعة الشمس. هذه ليست مجرد قصة عن الزراعة، بل عن ثورة بيئية حقيقية، عن تحول جذري جعل المستحيل ممكنا بفضل كنز طبيعي ظل مدفونا في أعماق الأرض الجزائرية لآلاف السنين. الزيوليت، هذا المعدن المكتشف في مناطق مثل كاب جنات وبومرداس ووادي أمزور يملك قدرة خارقة على تغيير قواعد اللعبة الزراعية. فبمجرد اكتشاف إمكاناته انطلقت الجزائر في رحلة طموحة لاستغلاله وتطوير استخداماته، ليس فقط في الزراعة بل في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وحماية البيئة. في الزراعة أظهر الزيوليت قدرة فريدة على امتصاص المياه وتخزينها ثم تحريرها للنبات عند الحاجة، وهو ما جعل منه حلا مثاليا لمواجهة ندرة المياه. هذه الخاصية مكنت المزارعين في المناطق الجافة من زيادة إنتاجية للمحاصيل وتقليل اعتمادهم على الموارد المائية الشحيحة. لكن الأمر لم يتوقف هنا، فدمج الزيوليت مع الممارسات الزراعية الحديثة أدى إلى تحسين كفاءة الأسمدة والمبيدات، ما خفض التكاليف وحافظ على البيئة عبر الحد من التلوث للمياه الجوفية والمغذيات الزائدة. الزراعة المستدامة مع الطاقة الشمسية. مع إدراك الجزائر لإمكاناتها الضخمة في الطاقة الشمسية، تم دمج تقنيات الزيوليت في أنظمة الري الذكية تعمل بالطاقة النظيفة. تخيل مضخات مياه تعمل بالشمس توصل المياه مباشرة لحقول المعالجة بالزيوليت، فتحافظ على رطوبة التربة حتى في أشد أيام الحر والصيف. الزيوليت نفسه يعمل كمنظم حراري للتربة، يحمي جذور النباتات من الحرارة المفرطة ويحافظ على دورة حياة نباتية صحية على مدار العام. الزيوليت والطاقة النظيفة. لم يقتصر دوره على الزراعة، فقد دخل الزيوليت عالم الطاقة النظيفة، حيث تشير الأبحاث إلى إمكانية استخدامه كمحفز في فصل الهيدروجين عن الماء، ما يفتح الباب أمام إنتاج الهيدروجين الأخضر، الوقود النظيف الذي قد يغير مستقبل النقل والصناعة وإنتاج الكهرباء. كما يمكن للزيوليت تخزين الحرارة الناتجة عن الشمس ليتم استخدامها لاحقا في إنتاج الكهرباء ليلا أو في الأجواء الغائمة، ما يعالج واحدة من أكبر تحديات الطاقة المتجددة، وهي التخزين، تحلية المياه ومعالجة التلوث. وفي مشاريع تحلية مياه البحر يلعب الزيوليت دورا مزدوجا، مرشح طبيعي يقلل من الأملاح ويحسن كفاءة التنقية، وفي الوقت نفسه يخفض استهلاك الطاقة. كما يستخدم في معالجة المياه الملوثة وإعادة تطوير النفايات الصناعية، ما يجعل من حجر الزاوية في حماية الموارد البيئية. أثر اقتصادي واجتماعي. هذه الثورة الزراعية لم تكن بيئية فقط، بل اقتصادية واجتماعية أيضا، وقد ولدت مشاريع الزيوليت فرص العمل وجذبت استثمارات أجنبية، وكذلك دعمت الاقتصاد الوطني عبر تقليل الواردات وزيادة الصادرات. في القرى والمناطق الريفية تحسنت مستويات المعيشة، وأصبح الأمل بالمستقبل أكثر إشراقا. نحو الريادة البيئية. اليوم تعمل المراكز البحثية الجزائرية على تطوير تطبيقات جديدة للزيوليت، ليس فقط في الزراعة بل في تنقية الهواء ومعالجة المياه وتخزين الطاقة. الجزائر تسعى لأن تكون نموذجا عالميا في الابتكار البيئي المستدام. بين رمال الصحراء وشمس الجنوب الحارقة ولدت معجزة خضراء صنعتها يد الإنسان وأسرار الطبيعة. الزيوليت لم يكن مجرد معدن، بل كان مفتاحا
فتح أبواب الأمن الغذائي والطاقة النظيفة والنهضة البيئية. هذه ليست نهاية القصة بل بدايتها. فهل أنت مستعد لتشهد الفصل القادم من حكاية الجزائر والتي حولت التحديات إلى فرص والمستحيل إلى واقع؟